ابني لما بيزعل بيشد شعره او يخبط راسه في الارض او في الحيطه، هل ده طبيعي ولا علامه على حاجه خطيره؟ السلوك المؤذي للذات زي شد الشعر او خبط الراس مش دايما معناه مشكله نفسيه او توحد، ولكنه ما ينفعش نعديه كانه حاجه بسيطه. التفسير العلمي للموضوع ده ان السلوك ده ممكن يظهر في الاطفال العصبيين جدا او اللي لسه مش عارفين يعبروا بالكلام عن مشاعرهم، لكن لو بيتكرر كتير او بيحصل بدون سبب واضح او الطفل مش بيحس بالالم وقتها، دي علامه تستحق تقييم دقيق للتطور الحسي والسلوكي بتاع الطفل. نصيحتي هنا هي اننا نسجل امتى بيحصل السلوك، يعني قبل النوم، عند الزعل بيحصل فجأة، نجرب نبعد الطفل بهدوء، ما نصرخش في وشه، ولو متكرر نطلب تقييم من طبيب متخصص، لان ممكن يكون في اضطراب في المعالجة الحسية او تأخر لغوي بيخلي الطفل يفرغ انفعاله بالشكل ده. انا دكتور يوسف، استشاري طب الاطفال، وبكره ان شاء الله هنجاوب على سؤال غريب بس مهم جدا. ابني بيعيد نفس الجمل طول اليوم، يا ترى ليه؟